هخليكي أستاذة في عمايل حلاوة الموسى. بصوا، ولا تحطي زيت ولا تحطي أي حاجة، هتطلع معاكي زي ما انتوا شايفين كده، زي الفل وزي العسل، واحدة بوحدتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا هنا عسل كلوكوز، كان عندي واحد في التلاجة وجبت عليه واحد. معانا كربونات، ونص كيلو سوداني، نص كيلو حمص، وكيلو سمسم، ومعانا كيلو سكر، وهيبقى معانا عصرة ليمون. ديت اللي هتخليكي الحلاوة تطلع معاكي مظبوط في الطول والعرض. انا كنت عاملة ديت سنة 2025 ولسه موجودة عندي، حبيت اعملها. هنا بوريكم الطول والعرض. العرض زي ما انت عايزة، السمك اللي انت عايزاه بتصمميها كده اهوت، وتروحي حاطه عليها اي حاجه حلوه انت عايز تعمليها، حمص سوداني، اي حاجه. بس في تكايه كده لازم تعمليها، ان الحلاوه ما تلزقش معاكي. زي ايه؟ زي اللي انت بتحطي ايه، عازل بينك وبين مثلا السوداني ده هتحطي حاجه تحت كده على الخشبه اللي احنا مصممينها ديت، وتروح حاطه السوداني عليها. هوريها لك ساعه ما نيجوا بنعملوها. طبعا احنا بندفي السوداني معانا ونطلعه منه رطوبه شويه قبل ما تحطيه على العسل او على الشربات اللي احنا هنعملوه. كده اهو بتحطي السكر، كوبايه سكر، ربع كوبايه ميه، عصره ليمونه، وتروحي حاطه ايه، معلقتين عسل كلوكوز. تفضلي بقى كده تسيبيهم يغلوا مع بعض، وتروحي مسحه الحروف الطاسه بالمعلقه اللي بتبقى معاكي، عشان خاطر ما يسكرش كده ايه السكر. وتروحي ايه، ما تفضلي مقلباها. بيجي وقت كده لازم قبل ما يتحرق معاكي السكر وقبل ما ينشف، بتروحي انت ايه، واخده حبه وحطاهم في بولة الميه اللي هي انتوا شايفينها كده. هو ديت، بصوا انا بمسح الميه ازاي. اروح حاطه ايه شويه، واروح مبينها. بصوا هنا كده يعتبر بتتمطي معاكي، لا استني عليها شوية، وهتبقى بقى كده ايه، نشفت معاكي وهتبقى حلوة ان شاء الله. قبل بصوا قبل ما تحطي بتشوفيها هي خلاص كسرت معاكي كده، يبقى هي ايه، بقى معاكي الشربات بقى ايه، عسله حلو، وهيمسك في الايه، في السوداني، وهيبقى حلو زي الفل زي ما انتم ايه. هتشوفوا. بصوا هي بقت ايه، ناشفه كده خالص، وبتتكسر ايه معانا. هنحطه بقى ايه، السوداني. قبل ما تحط السوداني بنروح حاطين رشه بيكنج باودر، او بقى بيكنج باودر اللي هو بتاع ايه، بتاع الفلافل، اهو زي ما انتوا شايفينه كده اهوت. بنروح حاطينه، بتسيبيه بقى ما ايه يفك كده خالص ويعمل الرغوة الجامدة ديت، وتروحي حاطة السوداني عليه. في الوقت ده انا بوطي خالص، او ممكن عايزة تطفي النار تطفي النار، بس لازم يكون كتلة معاكي اهو، شارب كلته العسل اهوت، وتكون كتلة معاكي كده ايه السوداني بكربونات اللي هو بتاع ايه، بتاع الفلافل. هنا بقى بنحطه سوداني مجروش، هو ده العازل اللي بين السوداني او بين الحلاوه كده، هو مش هتخليها تلزق في قلب ايه، في قلب الخشبه، ولا هتضطري بقى تحطي زيت ان هو ما يلزقش معاكي ولا اي حاجه. الزيت ده يا جماعه ما حدش بيحط زيت، اول مره اشوف حكايه الزيت دي. عايزه اقول لكم ديت اللوحه ديت شايلاها بقالي هو سنتين ولا ثلاثة وانا ما رمتهاش. حبيت اعمل لكم كده عليها. بصوا معايا الخشبة بتاعة العرض، ومعايا الخشبة بتاعة الطول، ومعايا المردنة اللي هي السيليكون، ومعايا اللي انا ماسكاه في ايدي الستانلس ديت. بروح مسوية بيها كده هوت لحد ما اشوف السمك اللي انا عايزاه، ما فريتش اكتر من كده. ده نص كيلو. اللوحة دي او الخشبة اللي انا مصمماها ديت بتاخد كيلو الا ربع. بعمل اللي عملت النهاردة 2 كيلو، وبالذات اللي هو السمسم، ان احنا ايه، بنحبوه اكتر حاجة، فعملت ايه كيلو. هنا بقى بالطول اهوت بنقطع مقسمين اللوحة ديت 4 اقسام بالطول، والعرض زي ما انتوا شايفين سنتي 2 سنتي زي ما انتوا عايزين كده اهوت. بتروحي قسمة كده اهوت ايه، السودان
قبل ما تبرد منك خالص وتقفش منك كده اهو، بتروحي بقى انت ايه شايله كده على طول. ما بتاخدش بقى وقت منك خالص خالص خالص. ولا تحطي بقى زيت، ولا تحطي ورقه من فوق ولا ورقه من تحت وتعوسي عليها زيت، وتعوسي كل حاجه زيت، ملهاش اي لازمه خالص. اللي ليه عين وراس يعمل زي الناس يا جماعة. الحاجات دي كلها بتبقى على اليوتيوب برضو ايه محطوطة، و... وبتتفرج عليها وتعملي زيها كده هو عشان حاجة معاكي ما تبص. اهو زي ما انتوا شايفين، انا السنة اللي فاتت ما عملتش، السنة اللي قبلها عملت. وحبيت اللي حب ان هو يشوف الفيديوهات القديمة على قناتي برضو، عاملاه مرتين بيها. زي ما انتوا شايفين اهو العازل اللي هو ايه، ولا بتحط زيت ولا اي حاجة. سوداني اللي انتي عاملاه مجروش شوية، ما عندكيش عندك سمسم. انا بجيب سمسم زيادة عشان احط برضو عازل تحت تحت الحاجة اللي انا عاملاها سوداني سمسم حمص كده اهوت، بيعمل عازل اهوت، واروح فكاه واروح سايباه ايه ينشف. هنعمل برضو تاني اللي هو ايه يعتبر الحمص. الحمص ما لقيتش كيس على بعضه، فاعطاني ربع وربع ويعتبر التمن ده دولت كده ايه بقوا نص. برضو بنطلع منه الرطوبة ونسخنه عشان خاطر لما تيجي تحطيه يقفش كده في الحاجة ويمسك ايه، ويمسك فيها في الشربات. هنا حطيت سمسم، وكان في طبعا مكان السوداني. هنا عشان لما اجي احط الحمص، بصوا متكسر اهوت. وعملته ما رضيتش اطول معاكم الفيديو، ورحت حاطه بيكربونات وكده اهوت، ورحت مقلباه خالص ومدوباه عشان خاطر احط ايه السوداني. ما تنسونيش عشان تحطوا ايه الحمص. ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امرا. عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها انا يمكن عاملاها الصبح بدري قبل الحر، وخلصتها من ساعتها. حبيت ان انا اوريها لكم كده اهوت. بصوا لازم تكون كتله واحده كده اهو وانت بتعمليها. شرب العسل كده كلته معايا سمسم الزياده اهوت. بروح حاطه ايه العازل اللي بينه وبين ايه اي نوع انت بتعمليه. ولا بقى تحطي زيت ولا اي حاجه يا جماعه من اللي انتوا بتحطوها دي، سهله خالص جدا جدا جدا. شوفوا برضو الفيديوهات القديمه بتاعتي بقالها يمكن سنتين، كنت عاملة برضو بنفس الطريقة. حبيت اوريها لكم تاني علشان اللي يحب يعمل او يعمل مشروع، مش مشروع سهل وجميل جدا جدا بالطريقة الحلوة ديت. ولا هتبوظ منك ولا اي حاجة، دي سيليكون كده وما بتلزقش فيها ولا اي حاجة. بصوا كده اهو، انا حبيت اعمل السوداني والحمص الاول عشان السمسم عندي بتبقى كميته كبيرة وبتتعب ايديا. وهتشوفوا برضو مكان ايدي ما وجعتني ازاي. الحمص السمسم كميته كبيرة، اي نعم نفس الوزن نص كيلو، بس بيبقى خفيف وبيوزن كتير. كمان انا بزوده في السكر سنة عن اي حاجة، لان هو كده ايه بصوا بيبقى كتير وبيعص ايه سكر زيادة شوية. يعني انا بحط ايه كوبايه وثلاث اربع معالق كده زياده عنها في ايه في السمسم بس. بصوا عملته بالطول، وهنا عملت كده ايه بالعرض. لازم تعملي على طول قبل ما تنشف منك، رغم ان انا بصوا انا بعمل على اساس ان هي ان شاء الله مش هتنشف ولا اي حاجه، بس هي بتتعب الايد برضو ايه شويه. والله ايديا ساعتها بصوا ايدي زي جالها شد عضل ايدي اللي هي ايه الشمال. هتشوفوها برضو. حبيت ان انا اعملها لكم واقول لكم كل سنه كده وانتم طيبين ومولد نبي. بصوا ايدي سعيد علينا وعليكم ان شاء الله. حبيت اعملها قبل الموسم، واللي عايز يعملها بالطريقه السهله الجميله ديت ومن غير اللوحه. لو انت حطيتيها على الترابيزه يعني اي ترابيزه عندك حطيتي تحت الغلاف اللي هو بيبقى فاصل بين الحلاوة يعني، بتحطي شوية كده على الترابيزة، تروح حاطة عليها ايه السمسم او السوداني او او الفولية. كده اهوت. بصوا فكناها اهيت، وبسيبها تنشف ثانية، واروح حاطة ايه في صينية تانية اهو زي ما انتوا شايفين اهو بطريقة سهلة وحلوة. هنا هنعمل ايه بقى؟ طبعا عندنا بصوا البواقي ديت الرفيعة ديت بشيلها كده وافضل ما اكل منها.
بصوا بحط سمسم اهو، عشان خلاص هنعمل بقى ايه السمسم ايه بتاعنا. طبعا انتوا عارفين السمسم انا عامله ايه، عامله كيلو بنفس الطريقه كده برضو. عشان ما اطولش عليكم، واروح حاطه برضو ايه كربوناتو، واروح حاطه ايه السمسم اهوت، ودفيته برضو طلعت منه الرطوبه عشان يبقى سخن كده اهو. بس ساعات بطفي النار وساعات لا، ساعات بسيبها قايده، واروح مخليها كلها يشربوا من الشربات كله او العسل كله، عشان خاطر يمسك كلته كده ايه في بعضه. لازم تكون كتلة واحدة كده معاكي اهو زي ما انتوا شايفين كده. يا رب يا رب. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس أمرا. في الوقت ده كده هنا كان جوزي كان بيجيب لنا فطار، وجه وقعد بقى ايه يصورني ايه المقطع اللي هو ايه بدايته من هنا اهو زي ما انتوا شايفين. كده اهوت بفردها كده اهوت، وحاطه طبعا السمسم تحت اهوت. بصوا بفردها واروح ايه حطاه هنا. بقى كنت كترت ايه الشربات في السمسم شوية، عشان السمسم بيوزن. هو اي نعم نص كيلو، بس بيفرط كتير قوي اهوت، لدرجة ان الكمية هتبقى اكتر من اللي فاتت، لان هو خفيف اهو. بظبطها كده خالص، واروح ايه بصوا بالسيليكون دي على فكرة ما بتخليهاش تلزق اهيت كده زي ما انتوا شايفين. بظبطها من هنا وهنا وهنا كده عشان كلها تبقى سمك واحد اهيت. الطريقة دي حلوة وجميلة، وبدل ما تقعدي تحطي في زيت وتحطي في ورق اهوت كده عملناها خلاص. ونروح بقى ايه مقطعين الطول اهوت زي ما انتوا شايفين. يا رب كده بقى ايه عايزة ايه كومنتات حلوة وجميلة منكم للتشجيع كده اهوت في الفيديو وفي الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها. حبيت ان انا ما ضيعش عليكم ابدا اللوحة اللي هي الحلوة الجميلة ديت ان انتوا تعملوها. ليه؟ لان بصوا انا شايلاها بقالي 3 سنين، والله كل ما اخلص اغسلها واروح منشفاها واروح شايلاها فوق الدولاب. لو انتوا مش مصدقين ابقوا شوفوا المقطع اللي بقاله يمكن سنتين ما نزلتش اهي، ما عملتش صراحة حلاوة. بتحصل ظروف كده وما بقدرش مثلا ان انا اعمل، فانا ايه حبيت النهاردة كده ان انا اوريها لكم. دي تنفع مشروع جدا جدا في البيت، ان انت تقدري ان انت تعمليه كده اهوت. خلصنا النص ده وهنعمل برضو ايه النص التاني بتاع ايه بتاع السمسم. احنا بنحب السمسم او العلف، دي اسمها علف عندنا كده اهوت. عملت كيلو عشان خاطر الحبايب برضو، وكل سنة كده وانتوا طيبين كلكم. محدش يقول انت ده بدعة ومش بدعة والكلام ده. احنا بنفرح نفسنا ونفرح اولادنا. ده يوم حلو وجميل ما بيجيش الا كل سنة، مولد النبي عليه افضل الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هنعمل بقى ايه النص التاني. بصوا دي حاجات بسيطة اللي بتطلع دي بروح احطها كده ايه على جنب. هزود بقى السمسم اللي هنا، ولاحظوا ان السمسم النص اللي جاي مش هيخلي حاجة تحتيها خالص. ليه؟ لان السكر اللي انا عاملاه كانت زيادة حوالي 3 4 معالق كده او 3 معالق بس عن الكوباية اهوت. هتشوفوا كده برضو اهو انا اعتبر خلصته وبعمله اهوت زي ما انتوا شايفين. رحت ايه اهو قطعته. مرضتش بقى اطول لكم بقى فيها واجيب لكم الشربات والحاجات دي كلها. بس كده اهوت بطريقه سهله وجميله عملنا لكم احلى حلاوه مولد كده اهوت. تعملوها في بيوتكم وبطريقه سهله وجميله. ما عندكيش اللوحه ديت حطيها على الترابيزه، يعني لازم تكون خشبه. حطيها على خشبه على ترابيزه، وحطي تحتيها سمسم. حطي سمسم لجميع اي حاجه عندك، سوداني حمص سمسم. انا بجيب ربع كده زياده عشان خاطر اعمل غلاف تحتيها كده اهو، يبقى فاصل بينه وبين ايه الحلاوه وانا بعملها، عشان خاطر ما تلزقش كده ايه مني، او احط زيت والكلام ده كلته. ان الزيت هيخليها ريحتها طبعا مخززه وريحتها مش حلوه، الزيت اللي انتوا ايه بتحطوه ده. بس اللي خلاني عملت السنه دي صراحه ان لقيت كله عمال يحط في زيت 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 زيت. فقلت لا، طب انا افكركم بقى ايه
بزمان كده لما جيت عملت كده هوت ايه الحلاوة، وافكركم بيها اللوحة الحلوة اللي انا كنت عاملاها ديت، او جوزي برضه هو اللي كان عاملها وكان مصممها كده. وديت بتاخد كيلو الا ربع بس. مش عايزاها تبقى اتخن من كده. اديكوا شفتوا ده نص كيلو، وشوفوا عمل قد ايه. رفعتها كده شوية وخليت سمكها رقيق حبة بس. صراحة في منتهى الجمال وحاجة حلوة في البيت. هي تقدري تعملي في اي وقت حابة تعمليها، او تعملي مشروع والمدارس جاية، وتقدري تسوقيها كده هوت عند اي حد. تحبي ايه تاكلي عيش كده ايه في البيت من البيت، وتعمليها وبتبقى حلوة وجميلة وزي الفل ونضيفة، وحاجة زي ما انتوا شايفين. ما فيهاش بقى ايه اي حاجة ولا افتكاسات فيها ولا اي حاجة. بطريقة سهلة وجميلة. اهي ديت بقى ايه شربت كل الايه السمسم اللي كان تحتها. وادي كنتوا شايفين، ولا حطيت نقطة زيت في اي حاجة ولا محتاج. يا رب يكون فيديو كده عجبكم، وسامحوني على طولة الفيديو. انا مرضتش ان انا اجيب لكم كل حاجة لوحدها، لان هي مش مستحقية ان انا اجيب كل حاجة لوحدها. حبيت اعملها لكم في فيديو واحد. يا رب يعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مرة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، فضلا وليس امرا. حبيت اوريكم الحاجة الحلوة الجميلة، واللوحة اللي انتوا شايفينها ديت كده اهي دي صمميها كده وخليها عندك في بيتك بقالها سنتين. ويا رب يكون فيديو عجبكم والحاجات كلها حلوة هي وجميلة زي ما انتوا شايفين. وبقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني على طولة الفيديو. وعيد مولد النبي عليه الصلاة